يا صباح الفل والجمال على الناس الحلوة. النهاردة هنعمل مع بعض ستريبس الفراخ، بس انا ما عنديش ستريبس، فتعالوا اقول لكم عملت ايه. هنا انا معايا فرخة كاملة، بس انا دلوقتي بقطع في الصدر بتاع الفرخة الاولاني صدرين. هنا اول حاجة غسلت الفراخ بتاعتي بالملح والخل والدقيق والليمون. هبتدي بعد كده اقطع الفراخ بتاعتي عشان اعملها صوابع ستريبس. الصدرين دولت هقطعهم، ومعايا بقية الفرخة هنتبلها برضو تتبيلة زيها. اول حاجة هنا هكون محضرة الملح والفلفل والسبع بهارات والروزماري والزعتر، وهكون محضرة معاهم صويا صوص علشان الفراخ بتاعتي تبقى سبايسي. احنا مش هنعملها سبايسي بس، احنا هنعملها سبايسي وكمان مقرمشة. تمام. هنا بعد ما قطعت الفراخ، ادي ده الجزء بتاعي بتاع الستريبس. هبتدي اتبله بالبهارات بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها. ادي دي الصدور زي ما انتم شايفين، صدور بس عاملاها صدور تخينة مش رفيعة. تمام. هبتدي احط المكونات بتاعتي: ملح، فلفل، سبع بهارات، روزماري، زعتر، وبعد كده هبتدي اقلب عشان بعد كده اروح حاطه الصويا صوص. وادي شويه من الصويا صوص بتوعي. تمام. هسيبهم بعد كده في التلاجة شويه يتبلوا. ادي كده البهارات كلها، الفراخ شربت البهارات. تمام. وبعد كده هنا معايا بقية الفراخ غسلاها غسلة طبعا حلوة. الفرخة كلها اهم حاجة في الطبخ انك تغسلي الاكل بتاعك بطريقة مظبوطة. تمام. معايا هنا بصلاية وفلفلاية. انا ما حطيتش توم المرة دي، لكن البصل والفلفل حطيت عليهم ملح وفلفل والسبع بهارات والروزماري والزعتر. انا كنت عملتهم ضربتهم كلهم في الكبة، وبدأت بعد كده اقطع الفراخ بالسكينة عشان ابتدي احط التتبيلة بتاعتي جوه الفراخ. الروزماري والزعتر لما بيتحطوا مع الاكل عامه بيخلوا طعمه جميل جدا، وخصوصا لو كان مع الباستا، وطعمه حلو قوي قوي في الفراخ. يعني انا بدأت اعمله مؤخرا. تمام. هنا الفراخ بتاعتي هتاخد التتبيله كلها من الناحيه اليمين، وبعد كده اروح قلبها وراح متبلها برضو من الناحيه التانية. بتطلع صوص في منتهى الجمال، بيبقى الصوص بتاعها حلو قوي. تمام. يبقى التتبيله بتاعت الوراك ديت عباره عن فلفل وبصل وملح والسبع بهارات، ومعايا روزماري وزعتر. السبع بهارات دولت من البهارات اللي دايما بستخدمها على طول. 7 بهارات يعني بيبقوا حلو، بيخلي طعم الاكل حلو السبع بهارات. تمام. هنا بقى معايا ايه؟ معايا دقيق بيكنج باودر، دقيق وبيكنج باودر ونشا، وعليهم رشة ملح وفلفل. تمام. ومعايا بيضتين. يبقى ده الدقيق وبيكنج باودر ونشا وعليهم ملح وفلفل، وحاطه شويه صغيرين كانوا عندي من الفيجيتار ده انت يعني حابه تحطيه اوكي، مش حابه لا، بس انا حطيت شويه فيجيتار لان انا ما كانش عندي بصومات. تمام. ادي هنا اهو الفراخ بتاعتي حطيتها في الدقيق، وبعد كده البيض، دقيق وبعد كده البيض، دقيق وبعد كده البيض. عشان كده انا حطيت فيجيتار لان ما كانش عندي بصومات.
والبيكنج باودر مع النشا مع الدقيق ده بيطخن حجم الفراخ وبيطلعها مقرمشه. هنا على نار غزيره تمام، مش هتبقى عاليه هي، بس هو الزيت لازم يكون سخن. بعد ما حطيتها في الزيت السخن وطيت عليها شويه وبدات تتحمر. هتاخد التحميره بتاعتها الناحيه دي، بعد كده اروح قلبها على الناحيه التانية. وكده هنا كنت دخلت الفراخ بتاعتي اللي عملتها برضو على البوتاجاز، وبعد كده رحت مدخلها شويه على الشوايه. وكده بقى معايا احلى فراخ ستريبس. هي اصلا خلصت بسرعه، دول حبه اللي انا لحقت اصورهم لان كان طعمهم في منتهى الجمال وبألف هنا.